تخيل تصحى تلاقي نفسك مجرد إنسان عادي في وسط الصحراء، وانت أصلا كنت سيد الصواعق وأقوى محارب في العالم بتاعك، وفي لحظة واحدة خسرت واترميت في عالم غريب ومطرقتك قدام عينك لكن مستحيل تقدر تلمسها، وفي نفس الوقت خطر مرعب بيقرب من الأرض والحقيقة أخطر بكتير من إن عقلك ممكن يتخيلها. بيبدأ الفيلم بإيريك وجين ودارسي، وبنعرف إن هما بيدرسوا علوم الظواهر الطبيعية وبيكونوا في رحلة استكشافية في الصحراء، وفجأة بتحصل عاصفة قوية جدا وبيظهر ثقب في السماء. وقتها جين بتطلب من دارسي إنها تتحرك بالعربية ناحية العاصفة، وده عشان جين تقدر تصور الظاهرة دي وتسجلها. وفجأة بيلاقوا نيزك بينزل على الأرض، وساعتها دارسي بتخاف من المنظر وبتقرر إنها ترجع بالعربية، ولكن جين بتمنعها وبتمسك عجلة القيادة، وده عشان تخليها تكمل في طريقها. وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما بيظهر قدامهم شخص من العدم، فبيخبطوه بالعربية من غير ما يقصدوا، وبعدها بينزلوا عشان يطمنوا عليه. وبتطمن جين لما بتلاقيه لسه عايش ولكنه بيكون فاقد للوعي، وبتكون جين مستغربة وعاوزة تعرف المكان اللي جه منه الشخص ده. وعشان نعرف المكان اللي جه منه الشخص ده بنرجع بالزمن لسنة 965 قبل الميلاد، وفي الوقت ده سكان كوكب الأرض بيكونوا عارفين ان هم مش لوحدهم في الكون، وبيكون في كواكب حواليهم بيكون فيها ملوك بيحموا الكون، وان في برضه مجموعة من الكواكب التانية اللي بيكون عليها الاشرار، وبيكون الملك لاو ملك كوكب الجليد واحد من الاشرار اللي في الكون. وفي يوم بيهجم لاوفي وعمالقة كوكب الجليد على كوكب الارض، وبيقدروا يحولوا معظم كوكب الارض لكتلة من الجليد، ولكن بيظهر لهم الملك اودن ملك كوكب اسجارد، واللي بيكون واحد من الملوك اللي بيحاربوا الشر في الكون. وبيشتبك جيش اودن وجيش لاوفي مع بعض في معركة قوية ما بينهم هما الاتنين، وبيقدر اودن وجيشه ان هم ينتصروا على عمالقة الجليد، وبياخدوا منهم مكعب الجليد الازرق واللي بيكون هو مصدر قوتهم. وبنعرف ان اسمه مكعب ده حجر التسراكت، وبنعرف ان الملك اودن خسر واحدة من عينيه اثناء الحرب، وبعدها بيطرد اودن لاوفي وجيشه من كوكب الارض وبيرجع على كوكب الجليد تاني. وبيرجع بعد كده الملك اودن على كوكب اسجارد، وبتمر السنين وبيحكي اودن قصة الحرب دي لاولاده ثور ولوكي، وبيقول لهم ان مملكة اسجارد هي اللي نشرت السلام ما بين الكواكب التسعة اللي في الكون، وبيعرفهم ان هم بالنسبة للكون اسطورة كبيرة، وان الكون كله بيحكي عن انتصاراتهم في حروبهم ضد الشر. وبيقول اودن ان مملكة اسجارد هي الدرع اللي بيحمي الكون، وبيعرفوا ان هيجي يوم وواحد منهم هيكون هو ملك اسجارد، وبالتالي هيكون هو المسؤول عن الدفاع عن الكون ضد هجمات الاشرار. وبيقول اودن ان الملك الحكيم عمره ما بيسعى للحرب، ولكنه لازم يكون دايما مستعد للحرب لانها ممكن تقوم في اي لحظة. وبعد فترة من السنين بيكبر اودن في السن، وعشان كده بيقرر يتنازل عن عرش المملكة لابنه ثور، وبيكون اودن عامل احتفال كبير جدا علشان يتوج ثور كملك جديد لمملكة اسجارد. وبتكون الملكة فريجا مرات اودن مبسوطة جدا لان ابنها هيكون هو الملك. وبيظهر ان لوكي غيران من ثور ولكنه مش بيبين كده، وساعتها اودن بيقول لثور ان هو اداله المطرقة اللي هو وارثها عن اجداده، وده لان المطرقة دي هي افضل صديق لاي ملك بيحملها، وان قوتها ملهاش مثيل، ده غير ان محدش يقدر يشيلها او يتحكم فيها غير الملك بتاعها بس. وبعدها بيكون اودن على وشك ان هو يعلن ثور ملك جديد على اسجارد، ولكن بيقطعهم صوت قتال بيجي من المكان اللي فيه مكعب الازرق، وبيظهر ان في مجموعة من عمالقة كوكب الجليد بيهجموا على المكان، وبعدها بيستولوا على الحجر الازرق، ولكن بيظهر وحش عملاق اسمه وحش النار وبيقضي عليهم كلهم في لحظات. وبعدها بيرجع الوحش ده لمكانه تاني، ولما بيوصل اودن وولاده بيكون ثور متضايق جدا، وده لان لاوفي ملك مملكة الجليد نقض الهدنة اللي ما بينهم، وبيكون ثور عاوز يهجم على كوكب الجليد ويدمره. فبيقول له ملك اودن ان هو بيفكر كمحارب وبس، وبيفهم اودن ان ده مش هجوم من لاوفي وان الهجوم ده حصل من وراه، وده لان المجموعة اللي هجموا على المملكة عددهم قليل جدا. وبيقول لهم ان هو يعرف الثغرة اللي دخلوا منهم للمملكة وهيقفلها، ولكن ثور بيفضل متعصب وبيقول ان هو هيعلن الحرب على مملكة الجليد بصفته ملك اسجارد. وبيفاجئ اودن ان هو لسه ما بقاش ملك، وان هو مش من سلطته ان هو يصدر اوامر في المملكة. وبعدها ثور بيكون قاعد في اوضته وهو متعصب جدا، وبيجي اخوه لوكي وبيحاول ان هو يهديه، ولكن بيظهر ان ثور لسه مصمم على رايه وبيكون عاوز يروح لكوكب الجليد. وفي اللحظه دي بيجي اصحاب ثور وبيقول له واحد منهم اسمه فول ان اللي هو بيفكر فيه ده انتحار، وبيأكد صاحبهم فاند على كلام فول، وبيقول لثور ان كوكب الجليد فيه عمالقه اقوياء جدا. وبتتدخل صاحبتهم سيف للكلام وبتقول ان القتال مع كوكب الجليد ممنوع اثناء الهدنه. اما هوجن صاحبهم الرابع فبيسكت وما بيتكلمش،
بيقدرش، فبيقرب منهم ثور وبيفكرهم ان هم خاضوا حروب كتير جدا مع بعض وان هم الخمسه ممكن يهزموا اي حد يقف في طريقهم، وبيقدر ان هو يقنعهم ان هم يروحوا معاه على كوكب الجليد. وبعدها بيتحركوا كلهم وبيروحوا عند هندال حارس بوابه مملكه اسجارد، واللي بيكون متضايق جدا وبيكون عاوز يعرف ازاي سكان مملكه الجليد تسللوا للمملكه اثناء الورديه بتاعته، وعشان كده بيفتح بوابه المملكه لثور وبيفتح لهم كمان الجسر اللي هيوصلهم لكوكب الجليد. وبعدها بيوصل ثور واخوه لوكي واصحابهم لكوكب الجليد، وهناك بيقابلوا ملك لوفي، وساعتها ثور بيساله هو ازاي اتجرأ وخلى جنوده يتسللوا لمملكه اسجارد. فبيبص له لوفي بسخريه وبيقول له ان مملكه اسجارد مليانه بالخونه، وبيطلب منه ان هو يمشي لان هو لسه صغير ومش عارف نتيجه اللي هو بيعمله ده. في ساعتها لوكي بيقرب من ثور وبيقول ان الافضل ليهم ان هم فعلا يمشوا لان عمالقه الجليد عددهم اكتر منهم بكتير. فبيقتنع ثور بكلامه وبيقرر ان هو ياخد صحابه ويمشوا، ولكن لوفي بيستفزه وبيقول له ان هو مجرد ولد صغير وبيحاول يثبت ان هو يستحق عرش المملكه. فبيتعصب ثور وبيضربه بالمطرقه وبيحتفوا بعيد. وبعدها بيشتبك ثور واصحابه مع عمالقه الجليد في معركه شرسه، واثناء القتال واحد من عمالقه الجليد بيمسك ايد فول، وساعتها فول ايده بتتحرق وبيحس بألم شديد. فبيحذر فول اصحابه عشان ما يخلوش حد من العمالقه يلمسوهم. وفي اللحظه دي واحد من عمالقه الجليد بيمسك ايد لوكي، وبيستغرب لوكي جدا لما بيلاقي ايده ما تتحرقش ولكنها بتتحول للون الازرق، وبتكون دي زي لون بشره عمالقه الجليد. ولكن لوكي ما بيهتمش باللحظه دي وبيكمل في القتال. وبنعرف ساعتها ان لوكي بيستخدم قوه السحر وان هو بيغير شكله زي ما هو عاوز، وبيقدر ان هو يخدع مقاتلين كوكب الجليد وبيتفادى هجماتهم. وفي نفس الوقت ده ثور بيستخدم المطرقه وبيدمر بيها عدد كبير جدا من عمالقه الجليد. وساعتها بيستغرب لوفي من قوه المطرقه، وبعدها بيتجمع عدد من العمالقه حوالين ثور. فبيرفع ثور المطرقه للسماء وبتخرج منها صاعقه كهربائيه وبتدمر كل عمالقه الجليد اللي حواليه. وفي اللحظه دي اصحاب ثور بيقاتلوا العمالقه بكل قوتهم، لكن العمالقه بيحاصروهم من كل مكان لان عددهم كبير جدا، وما بيكونش قدام اصحاب ثور حل غير ان هم يهربوا. ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا قدامهم وحش ضخم جدا وبيكون على وشك ان هو يهجم عليهم، ولكن فجاه بيظهر ثور وبيطير في الجو وبيقدر ان هو يخترق جسم الوحش ده وبيخلص عليه. وبعدها ثور بيبتسم لان هو انتصر على عمالقه الجليد لوحده، لكنه بيتصدم لما بيلاقي الملك لوفي واقف وراه. وهنا بيوصل الملك اودن وبيقف قدام لوفي وبيقول له ان ابنه متهور ومش عارف هو بيعمل ايه، وبيطلب منه ان هو ينسى اللي حصل ده مقابل ان هو هينسى ان رجالته تسللوا لمملكه اسجارد. ولكن لوفي بيرفض وبيقول له ان هو ومملكته لازم يدفعوا ثمن اللي ابنه عمله. وساعتها اودن بيضرب لوفي ضربه قويه وبياخد ثور واللي معاه وبيهربوا وبيروحوا بسرعه على المملكه. واول ما الملك اودن بيوصل المملكه بيزعق لابنه وبيتهمه ان هو اناني ومتهور وما بيفكرش في مصلحه المملكه، وان بسبب تهوره ده كانت هتحصل حرب كبيره وهيروح ضحيتها عدد كبير جدا من الابرياء. وبيتفاجئ اودن ان هو بيقول له ان هو كبر في السن وان قراراته كلها بقت غلط. فبيقول له اودن ان هو عنده حق وان قراراته كلها كانت غلط، وان اكتر قرار هو غلط فيه ان هو قرر يخليه ملك من بعده. وبعدها اودن بيقرر ثور من قوته وبينفيه على كوكب الارض علشان يعاقبه. وبعدها اودن بيمسك المطرقه وبيعمل عليها تعويذه وبيقول ان مفيش حد هيقدر يمسكها غير شخص يكون مؤهل ان هو يشيلها. وبعدها بيرميها ورا ثور على كوكب الارض. وفي الوقت الحالي بيفوق ثور وبيفضل يدور على المطرقه زي المجنون وبينده على هندال عشان يفتح له الجسر ويرجعه تاني لمملكه اسجارد، ولكن مفيش حاجه بتحصل. وده بيخلي ثور يتعصب جدا، فبتخاف منه دارسي وبتكهربه، فبيفقد ثور الوعي وبيروحوا بيه على المستشفى. وتاني يوم بيفوق ثور وبيهجم على كل اللي موجودين في المستشفى وبيضربهم لحد ما بيجي دكتور وبيحقن ثور وبيخليه يفقد الوعي. وفي مكان تاني في نفس الوقت بيكون في شخص ماشي بعربيته وبيلاقي حفرة كبيرة وبيكون فيها مطرقة ثور وبيقرب منها وبيحاول ان هو يشيلها من مكانها ولكنه ما بيقدرش، وناس كتير بتيجي بيحاولوا انهم يحرقوها من مكانها ولكن محدش فيهم بيقدر. وفي اللحظة دي بيظهر واحد اسمه كول وبنعرف ان هو بيشتغل لمصلحة منظمة حكومية وبيتصل على رؤسائه وبيعرفهم باللي بيحصل هنا. وفي الوقت ده في مملكة اسجارد بيكون لوكي واقف قدامه مكعب الازرق وبيمسكه وبيتصدم لما بيلاقي جسمه بيتحول لازرق وانه بقى زي سكان كوكب الجليد. وساعتها الملك اودن بيدخل عليه فبيسأله لوكي ايه اللي بيحصل دلوقتي، وبيكون لوكي فاكر ان هو اتصاب بلعنة، ولكن الملك اودن بيقول له ان هو مش من سكان مملكة اسجارد، وبيحكي له ان هو لقاه في كوكب الجليد بعد الحرب اللي حصلت زمان. وساعتها اودن اتعاطف معاه قرر ان هو يتبناه، فبيتصدم لوكي لما بيعرف ان هو مش ابن اودن، وده السبب اللي خلى اودن يفضل
ثور عليه، وده بسبب ان لوكي من سكان كوكب الجليد. وساعتها اودن بيزعل لان هو صارح لوكي بالحقيقه لدرجه ان هو بيتعب وبيقع على الارض. وبنرجع لثور في الوقت ده على كوكب الارض، واللي بيكون قاعد في المطعم مع إيريك وجين ودارسي، وبيسمع بالصدفه ان في اتنين بيتكلموا عن مطرقه غريبه، وبيقولوا ان المطرقه دي محدش قادر يحركها من مكانها. فبيروح لهم ثور وبيسال عن مكانها وبيتحرك بسرعه عشان يروح على هناك. بتكون جين عاوزه تروح معاه، ولكن إيريك بيمنعها، وده لان هو خايف عليها لان هم ما يعرفوش حاجه عن ثور. فبيودعها ثور، وبتكون جين مبسوطه جدا، ولما بيبعدوا عن بعض بتفضل باصه عليه لحد ما بيختفي من قدامها. وبعدها بترجع جين على البيت، وبتتصدم لما بتلاقي كل رجالته بياخدوا كل المعدات بتاعتها. فبتتخانق معاهم وبتحاول ان هي تمنعهم، ولكن كل بيفهمها ان هو تبع مؤسسه حكوميه، وان التجارب اللي هي بتعملها ممكن يكون فيها خطر على البلد. فعلشان كده هم ياخدوا كل المعدات دي وهيصادروها. وبنروح لمملكه اسجارد، وبيكونوا اصحاب ثور رايحين يقابلوا الملك اودن عشان يستسمحوه ويطلبوا منه ان هو يرجع ثور للمملكه. ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا لوكي قاعد على العرش، وبيقول لهم ان ابوه تعب ودخل في غيبوبه، وان امه قاعده جنبه وبتراعيه. فبيطلبوا منه ان هو يصدر امر ويرجع ثور للمملكه، ولكن لوكي بيرفض وبيتحجج ان هو مش عاوز ان اول امر ليه كملك يكون ضد رغبه ابوه. وبيظهر ان اصحاب ثور مش مصدقين كلام لوكي، وده لان هم عارفين ان لوكي دايما بيغير من اخوه ثور. وساعتها لوكي بيتعامل معاهم بطريقه وحشه جدا، فبتتعصب سيف وبتكون عاوزه تهجم عليه، ولكن فاند بيمنعها. وبعدها لوكي بيكون مع امه في اوضه ابوه، وبيسال لوكي امه هو ليه ابوه كذب عليه. فبتعرفه ان ابوه محبش يخليه يحس ان هو مختلف عنهم، وبتفهمه ان هو ابنهم وان هو من عيلتهم عادي جدا. وبتقول له ان هو لازم يكون واثق ان ابوه هيفوق من الغيبوبه، وان اخوه ثور هيرجع للمملكه تاني. فبتتغير ملامح لوكي ساعتها، وبيظهر ان هو مش عاوز ثور يرجع تاني. وبتكمل الام كلامها وبتقول ان هي عارفه ان اودن بيكون ليه هدف ورا افعاله، وان هو اكيد بعت ثور للارض علشان حاجه معينه. وبنرجع لكوكب الارض، وبيظهر ان جين بتكون قلقانه على ثور وبتروح تدور عليه لحد ما بتشوفه بالصدفه في الشارع. وقتها ثور بيدخل محل حيوانات، وبيطلب من صاحب المحل ان هو يديله حصان عشان يروح بيه لمكان المطرقه. فبيستغرب صاحب المحل من كلامه، فبتتدخل هنا جين وبتندى على ثور، وبعدها بتاخده في عربيتها وبيروحوا سوا على مكان المطرقه. وبيوصل لمكان المطرقه بالليل، وبيظهر ان الحكومه اتحفظت عليها، وان في جنود موجودين في كل مكان، وان في علماء بيعملوا دراسات على المكان، وده عشان يعرفوا ايه السبب اللي خلى المطرقه تنزل هنا. ومحدش عارف يحركها لحد دلوقتي. وفجاه بيهجم ثور على المكان وبيضرب كل الجنود اللي موجودين في المكان لحد ما اخيرا بيوصل للمطرقه، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي نفسه مش قادر هو كمان يشيلها، وهنعرف ليه قدام. في ساعتها بيحبط ثور جدا وبيستسلم من رجاله الحكومه اللي بيقبضوا عليه. وبعدها كول بيحقق مع ثور وبيساله عن المكان اللي هو اتدرب فيه، وبيكون كول فاكر ان ثور بيشتغل لحساب منظمه اجراميه، ولكن ثور بيكون حزين جدا وما بيقدرش يرد عليه. فبيقول له كول ان هو هيمشي وهيرجع له تاني. وبعد ما بيمشي كول بيتفاجئ ثور ان لوكي جاي يزوره عشان يبلغه ان ابوه مات. بيكتب لوكي على ثور وبيقول له ان ابوه مات بسبب زعله منه. فبيحس ثور بالذنب وبيكون عاوز يرجع للمملكه تاني، وده عشان يكون جنب امه ويعتذر لها على كل اللي هو عمله. ولكن لوكي بيفهمه ان هم عملوا هدنه مع كوكب الجليد، والشرط الوحيد لاستمرار الهدنه ان ثور ما يرجعش تاني لكوكب اسجارد. وطبعا لوكي بيكون كذاب، وده بسبب خطه في دماغ لوكي هنعرفها قدام. وبيقول له كمان ان امه رافضه ان هو يرجع للمملكه. فبييأس ثور وبيحس بحزن شديد. وبعدها لوكي بيودعه وبيسيبه وبيمشي، وبيروح لوكي عند المطرقه وبيحاول ان هو يحركها من مكانها، ولكن هو كمان بيفشل. فبيتضايق لوكي وبيرجع لمملكه الجليد، وهناك بيقابل لوفي. وبنعرف من كلامهم ان لوكي هو اللي ساعد رجاله لوفي ان هم يتسللوا لكوكب اسجارد، وان هو عمل كده حفله تتويج ثور كملك. وساعتها لوكي بيعمل اتفاق مع لوفي وبيقول له ان هو هيخليه يتسلل لغرفه اودن ويقتله، وبيقول له كمان ان هو هيرجع له ام كعب الازرق، وده عشان لوكي يستولى على عرش مملكه اسجارد، وفي نفس الوقت يكون لوفي حليفه ويدافع عنه لو ثور هجم عليه. فبيتحمس لوفي جدا، فبيقول له ان هو موافق. وبعدها لوكي بيرجع لمملكة أسجارد، وهناك بيلاقي هندال متضايق منه. فبيسأله عن السبب، فبيقول له هندال ان هو شافه في كوكب الجليد ولكنه ما قدرش يسمعه وهو بيتكلم مع لوفي. وبيسأله هندال عن سبب زيارته للأعداء، وبيظهر ان هندال شكك في لوفي وبيرفض لوكي ان هو يجاوب على سؤاله، وبيعرفه ان هو دلوقتي الملك واجب على هندال ان هو ينفذ اوامره. وبيأمره لوكي ان هو ما يفتحش الجسر اللي بيوصلهم للكواكب لاي حد من غير اذنه. وفي الوقت ده في كوكب الارض إيريك بيروح
كول وبيفهمه ان ثور يبقى المساعد بتاعه، وان هو زعل جدا لما اخدوا المعدات من المختبر وعلشان كده هو هجم عليهم. فبيستفسر منه كول عن قوة ثور الرهيبة، فبيقول له إيريك ان ثور بيهتم بلياقته البدنية جدا وبياخد منشطات كتير جدا. ومع ان كول ما بيكونش مقتنع بكلام إيريك ولكنه بيسمح له ان هو ياخد ثور، وده عشان يراقبه ويعرف ايه حكايته. واول ما إيريك وثور بيمشوا كول بيأمر كل رجالته ان هم يراقبوهم، ولما بيرجع ثور لجين بيقعد معاها لوحدهم وبيعرفها بقصته وبيوريها مكان مملكة أسجارد ما بين الكواكب. وفي الوقت ده في كوكب أسجارد بيروحوا اصحاب ثور لهندال وبيعرفوه ان هم عاوزينه يساعدهم عشان يروحوا لكوكب الارض، وده عشان يدوروا على ثور ويرجعوا تاني لمملكة أسجارد. وده لانهم شاكين ان لوكي بيخطط لحاجة غلط هتدمر المملكة كلها. وساعتها هندال بيوافق ان هو يساعدهم وبيفتح لهم الجسر وبيخليهم يعدوا منه. ولما لوكي بيعرف باللي حصل بيروح لهندال وبيقول له ان هو هيعاقبه عشان خالف اوامره. فبيتعصب هندال وبيكون عاوز يقتل لوكي، ولكن لوكي بيستخدم قوة الجليد وبيجمد بيها هندال وبيحوله لتمثال من الجليد. وبعدها لوكي بيروح يحرر وحش النار وبيأمره ان هو يروح لكوكب الارض ويقتل ثور. وفي اللحظة دي بيوصل اصحاب ثور لكوكب الارض وبيفرح ثور جدا لما بيلاقيهم قدامه، وبيتصدم لما بيعرف منهم ان ابوه لسه عايش. فبيفهم ثور ان لوكي كذب عليه عشان ما يخلوش يرجع للمملكة تاني. وفي نفس الوقت ده بيوصل وحش النار لكوكب الارض، فبيروح كل رجالته للمكان اللي هو نزل فيه، ولكن وحش النار بيهجم عليهم كلهم، بيكون على وشك ان هو يقتلهم. وبيجي ثور واصحابه وبيهجموا على وحش النار وبتدور بينهم معركة قوية جدا، ولكن وحش النار بيقدر يسيطر على اصحاب ثور. فبيحاول ثور ان هو يمنعه، ولكن وحش النار بيضربه ضربة قوية وبيوقعه على الارض. وفي اللحظة دي المطرقة بتتحرك من مكانها وبترجع لثور، وبيظهر ان تعويذة اودن اتفكت علشان ثور في اللحظة دي كان بيدافع عن اصحابه ضد الشر، وبكده يبقى هو يستحق ان هو يشيل المطرقة. واول ما ثور بيمسك المطرقة قوته بترجع له من تاني وبيهجم على وحش النار وبيدمره. وبعدها ثور بيودع جين وبيقول لها ان هو يروح ينقذ المملكة وهيرجع لها تاني. وفي الوقت ده بيكون لوفي وعمالقة الجليد بيهجموا على المملكة، وساعتها هندال بيسمع صوت ثور وهو بيندع عليه وبيطلب منه ان هو يفتح لهم الجسر عشان يرجعوا للمملكة تاني. فبيستجمع هندال قوته وبيقدر يتخلص من قوة الجليد اللي بتسيطر عليه، وبعدها بيقتل 2 من عمالقة الجليد وبيتحرك بسرعة وبيفتح الجسر لاصحابه. وفي اللحظة دي لوفي بيكون وصل لغرفة الملك اودن، وبتحاول فريجا ان هي تدافع عن اودن وتضرب لوفي، ولكن لوفي بيضربها وبيوقعها على الارض وبيقرب من اودن وبيكون على وشك ان هو يقتله. وفجأة بيظهر لوكي وبيقتل لوفي، فبتجري عليه امه وبتشكره عشان هو انقذ اودن. فبيوعدها بعدها لوكي ان هو هيقتل كوكب الجليد كله ويخلص عليهم. وفي اللحظة دي بيوصل ثور للمملكة وبيقول لامه ان لوكي بيكذب عليها، وبيعرفها ان لوكي بعت ورا وحش النار عشان يقتله، ده غير ان هو حط ايده في ايد لوفي وده عشان يخليه يهجم على المملكة. وبيقول لها ان لوكي هو اللي عمل كده عشان يقتل لوفي قدامها ويظهر كانه البطل، وبالتالي يكون هو احق واحد لعرش المملكة. فبيتعصب لوكي ان خطته فشلت وبيهجم على ثور، ولكن ثور بيقدر ان هو يسيطر على لوكي. وبيتفاجئ ثور ساعتها ان لوكي بيواجه الجسر ناحية كوكب الجليد، وده عشان قوة الجسر تدمر الكوكب اللي فيه، ولو حصل كده ممكن سكان كوكب الارض يتضروا. فبيضطر ثور يتحرك بسرعة عشان ينقذ سكان كوكب الارض لان هم ملهمش ذنب في اللي بيحصل، وما بيكونش قدامه غير حل واحد ان هو يدمر الجسر بالكامل. وبيكون ثور عارف لو الجسر اتدمر مش هيقدر يروح لكوكب الارض تاني، وبالتالي مش هيقدر يشوف جين زي ما هو وعدها. ولكن ثور بيقرر ان هو يضحي بسعادته عشان ينقذ الابرياء. وبعد ما ثور بيدمر الجسر بيحصل انفجار قوي جدا، وبيكون ثور ولوكي هيضيعوا في الفضاء، ولكن بيجي اودن وبيكون فاق من الغيبوبة وبيمسك ايد ثور في اخر لحظة، وبيكون ثور ماسك بايده التانية عصاية لوكي، وده عشان لوكي ما يقعش في الفضاء. وساعتها لوكي بيعتذر للملك اودن، ولكن اودن ما بيقبلش اعتذاره، فبيتضايق لوكي وبيحس بالذنب وبيسيب العصاية وبيقع في الفضاء. وتاني يوم اهل مملكة اسجارد بيحتفلوا بانتصارهم، وبيروح ثور وبيتكلم مع ابوه وبيعتذر له ان هو خالف اوامره وما كانش فاهم وجهة نظره، وبيقول له ان هو فخور ان هو ابوه. فبيقول له اودن ان هو قبل اعتذاره وبيعرفه ان هو كمان فخور بيه لان هو قدر ينقذ المملكة من الدمار. فيلمنا بيبدأ مع لوكي اللي بيوصل لمنظمة ستراشيلد وبيهجم على الحراس كلهم بالصولجان اللي معاه وبيقدر يخلص عليهم جميعا، والحارس هوك بيحاول يوقفه بس لوكي بيتحكم فيه عن طريق الصولجان، واصبح دلوقتي تحت طوع لوكي. ونيك فيوري بياخد حجر التسراكت علشان يهرب بيه، بس لوكي بيوقفه وبيقول له انا جاي من الفضاء علشان اخد حجر التسراكت ومش همشي من غيره. ونيك فيوري بيتعرف على لوكي وانه يبقى اخو ثور وجاي من كوكب اسجارد، ولوكي بيتحكم في 2 دكاترة تانيين
بيخليهم تحت طوعه. وهوك ضرب نار على نيك فيوري وخد الشنطه اللي فيها حجر التسراكت ومشي. بس بيطلع ان نيك فيوري ما ماتش، والحارسه هي اللي بتحاول توقف لوكي هو اللي معاه، ولكنها بتفشل وهم بيهربوا. ونيك فيوري بيؤمر هيل وبقيه الحراس يرجعوا التسراكت، بس لوكي بيهجم على عربيات الحراس بالصولجان. ونيك فيوري بيركب طيارته وبيحاول يلحق عربيه لوكي ويوقفهم، بس لوكي بيدمر طيارته وبيقدر يهرب. ونيك فيوري بيكلم رجالته وبيقول لهم الشنطه اللي فيها التسراكت لازم ترجع، وكده احنا في حاله حرب. وبيأمرهم يجمعوا فريق من الابطال الخارقين. وبعدها نيك فيوري بيروح لنفسه الكابتن امريكا، واللي في الوقت ده كان بيتمرن في كيس الملاكمه، وبيفتكر ذكرياته لما اتعمل عليه تجربه وخلته بطل خارق وقوته رهيبه. ولما نزل بالطياره الميه وفضل متجمد لمده 70 سنه، وستيف بيتمرن بقوه لدرجه ان هو دمر كيس الملاكمه من قوه لكمته. ونيك فيوري بيقول له انا عاوزك في مهمه، وبيعرفه ان حجر التسراكت اتسرق، وحجر التسراكت ده مصدر طاقه كبير وهايل، واللي سرقه شخص اسمه لوكي. وستيف بيوافق ينضم ليه لان هو عارف قد ايه قوه حجر التسراكت. وبعدها بنروح لناتاشا وبيتصل بيها المساعد بتاع نيك فيوري اللي اسمه فيل، وبيقول لها ان هوك اتخطف. فناتاشا بتهلق عليه، وفيل بيطلب من ناتاشا تروح تقابل هالك وتقنعه ينضم لفريق الافنجرز، وناتاشا بتوافق. وبنروح للهند مع بنت صغيره بتروح تقابل العالم بروس وبتطلب منه مساعده علشان ابوها مريض، وبروس بيوافق يساعدها وبيروح معاها البيت. بس بيطلع ان بنت صغيره خدعته، وناتاشا هي اللي استدركته لهناك علشان تتكلم معاه. وبروس بيكون عايش هنا عشان يبعد عن اي مشاكل ومش عاوز يتحول شخصيه هالك، وبقى له سنه تقريبا عايش في سلام بدون ما يتحول لهالك. وناتاشا بتعرفه بنفسها وانها عميله تبع المخابرات في منظمه اسمها سشيلد، وبتقول له نيك فيوري عايزك في مهمه معينه علشان حجر التسراكت اتسرق، والحجر ده ممكن يدمر الكوكب. ونيك فيوري بيجمع فريق عشان يرجع الحجر، والحجر بيخرج منه اشعه جاما، وانت اكتر شخص يعرف معلومات عن اشعه جاما. وبروس بيرتاح لان نيك فيوري محتاجه هو كانسان ومش محتاج شخصيته التانيه اللي هي هالك. بينما نيك فيوري بيقابل القاده العسكريين وبيتكلم معاهم عن لوكي، وبيقول لهم انا عاوز اجمع فريق الافنجرز، بس القاده بيكونوا قلقانين من الفكره دي ومش عاوزين يحطوا املهم في اشخاص. بس نيك فيوري بيقول لهم انا محتاج فريق يتصدى لوكي، ولما احط الخطه المناسبه اقدر اخليهم تحت سيطرتي. فالقاده بيسالوا عن ثور واذا كان يقدر يساعدهم في ايقاف لوكي، ونيك فيوري بيقول لهم مش هنقدر نعتمد على ثور لانه مش من كوكبنا. وعلى الجانب الاخر توني ستارك بيوصل كابل طاقه عشان يغذي بيه مبنى ستارك بتاعه الجديد، وبعدها بيطير في الجو وبيرجع للمبنى وبيقابل حبيبته بيبر. وتوني لانه مغرور بيدي لنفسه كل الفضل في بناء مبنى ستارك، وبيقول لبيبر انت ليك الفضل 12% بس لان انا عملت كل الاعمال الشاقه. وبيخش عليهم العميل فيل وبيقول لتوني انت مدعو لفريق الافنجرز، وبيديله ملف المهمه. وتوني بيفتح الملف وبيشوف لقطات لاعضاء الافنجرز، وبيقلق لما بيعرف ان حجر التسراكت اتسرق. وتاني يوم ستيف بيكون في الطريق لمقر السجيلد، وبيعرف ان بروس حاول يصنع لنفسه مصل شبه اللي ستيف خده زمان، ولكن المصل فشل والنتيجه ان هو اتحول لهالك. وفيل بيقول لستيف شرف ليا اني اقابلك، وستيف بيقول له انا اتمنى اكون الشخص المناسب للمهمه دي. وبعدها الطياره اللي فيها ستيف توصل لقاعده السجيلد، والقاعده دي بتكون في نص الميه وفيها خاصيه الطيران والاختفاء كمان. وبعدها ستيف بيقابل ناتاشا وبروس وبيتعرفوا على بعض، وستيف بينبهر بالتكنولوجيا اللي اصبحت موجوده في العالم. ونيك فيوري بيشكر بروس ان هو وافق، وفيل بيقول احنا بندور في كل كاميرا في العالم عشان نوصل للتسراكت، بس بروس عاوز يضيق نطاق البحث وهيبحث في مناطق معينه علشان يقدر يحدد مكان حجر التسراكت بشكل اسرع. وبعدها رجاله لوكي بيحاولوا يفتحوا بوابه للفضاء لسبب ما، ولوكي بيروح يقابل كائنات فضائيه، والاتفاق اللي ما بينهم ان لوكي يديهم حجر التسراكت وفي المقابل هم يدوا له جيش من الفضائيين اسمهم شيتوري عشان لوكي يحتل بيهم الارض. ولوكي بيقول لهم كان المفروض انا ملك كوكب اسجارد، بس عرش المملكه اتسرق مني وراح لاخويا ثور. ولوكي حاليا بيحاول يفتح بوابات للفضاء عشان يعدي منها جيش شيتوري، وقائد شيتوري بيهدد لوكي وبيقول له لو التسراكت اتاخدت منك مش هتعرف تستخبى مني عشان هجيلك واقتلك. ولوكي بيتعصب من تهديداته، ورجاله لوكي بيكونوا محتاجين حجر اسمه ريديوم لان ده هيساعدهم في فتح بوابه للفضاء، وبيقرروا يسرقوا الحجر ده من اوضه عالم فضاء. ولوكي بيفكر في فكره معينه ان هو يشتت انتباه عملاء ساشيلد لحد ما هوك يربط حجر الإيريديوم مع حجر التسراكت، وبعدها فريق ساشيلد بيقدروا يحددوا مكان لوكي بالقمر الصناعي. وبيطلع ان هو في المانيا، ونيك فيوري بيدي لستيف مهمه القبض على لوكي، وهم ما كانوش يعرفوا ان لوكي قاصد يجيبهم لحد عنده. وستيف بيروح يلبس بدله كابتن امريكا الجديده، اما لوكي فبيوصل للمتحف ده وبيضرب عالم الفضاء
وبيثبته عشان ياخد منه بصمه عينه، وبصمه العين تنتقل لهوك، وهوك بيقدر يفتح اوضه عالم الفضاء السريه عشان يسرق حجر الإيريديوم. وبكده خطه لوكي بتنجح، وكل اللي موجودين في المتحف بيجروا خايفين من لوكي. ولوكي بيظهر بالبدله بتاعته وبيدمر عربيه الشرطه اللي كانت جايه عليه، وبيظهر قدام الناس بكاسه نسخه وبيصرخ في وشهم وبيأمرهم يركعوا ليه، وهما بيخافوا وبيركعوا. ولوكي بيقول لهم طبيعه البشر انهم يخضعوا دايما، انتوا عايشين في وهم اسمه الحريه، الحقيقه انتوا اتخلقتوا علشان حد يحكمكم وانا اللي احكمكم بنفسي. بس في راجل عجوز بيقوم وبيرفض كلام لوكي، ولوكي بيقول للناس اتفرجوا على العجوز ده وانا بقتله عشان يكون عبره ليكم. وفعلا بيهجم عليه، بس الكابتن امريكا ظهر وصد الضربه، وبعدها هجم عليه بالدرع وبيدور ما بينهم قتال قوي. وبيطلع ان لوكي اقوى من كابتن امريكا، وستيف بيدرك انها مش هتبقى مهمه سهله، وبيحضر في مكان ايرون مان وبيسدد هجوم قوي على لوكي. ولوكي بيقرر يستسلم، والافنجرز بيقبضوا عليه وراجعين بيه على امريكا. بس ستيف ما كانش مرتاح ان لوكي استسلم بسهوله كده، وقلقان ان دي تبقى جزء من خطته. وفجاه بيحصل برق شديد في السماء، ولوكي بيفهم ان دي اشاره ثور، وفعلا ثور بيحضر على الطياره، وتوني كان هيخرج يقاتله بس ثور بيوصل وضربه وبياخد لوكي وبيمشي. وتوني بيغضب وبيقرر يطردهم، وستيف بيقرر ان هو يروح لهم وعاوز يوقفهم قبل ما تقاتلوا لان ده مش هيوصل لحاجه، وبياخد باراشوت وبينط من الطياره. وثور ولوكي بيهبطوا على الارض، وثور بيقول له انا والعيله اعتقدنا انك مت وكلنا زعلنا عليك. بس لوكي معتبر نفسه ان هو مش من العيله لان ابوهم رافض لوكي دايما وبيعامله وحش. بس ثور بيقول له احنا اخوات وتربينا مع بعض. ولوكي بيقول له كان المفروض انا اللي هكون ملك اسجارد مش انت، خلاص اسجارد ما بقتش تهمني وما بقتش مرتبط بيها، كل تركيزي على كوكب الارض. وثور بيقول له ما ينفعش تسيطر على كوكب الارض لان الكوكب ده تحت حمايتي. ولوكي بيستهزأ بيه وبيقول له البشر مدمرين الكوكب وبيقتلوا بعض دايما، وانا عاوز احكم الكوكب ده عشان اسيطر عليهم. وثور بيتعصب عليه وبيقول له انسى افكارك دي وارجع معاه لاسجارد، وبيساله فين حجر التسراكت. وثور محتاج الحجر ده عشان هو اللي هيرجعهم لاسجارد. بس لوكي بيقول له اسجارد ما بقتش بيتي وانا خبيت حجر التسراكت في مكان مش معروف. وفجاه ايرون مان بيهجم على ثور، وثور بيقول له انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. وتوني بيتريق على اللبس اللي هو لابسه وبيقول له لو انت عاوز لوكي يبقى تدين حجر التسراكت، ولحد ما ده يحصل ابعد عن طريقنا. ولكن ثور هجم عليه بالمطرقه بتاعته، وتوني بيرد عليه كسر بيه الشجره. وثور بيشحن المطرقه بتاعته من البرق وبيضرب بيها توني، بس بدله ايرون مان امتصت القوه دي وضربوا بيها، والاثنين بيدور ما بينهم قتال شرس. وتوني مش عارف يتفوق عليه، وثور بيستخدم المطرقه بايده وبيحاول يدمره بيها. وكابتن امريكا بيتدخل وبيأمرهم يتوقفوا، وبيأمر ثور ينزل المطرقه، وثور بيرفض وبيهجم عليه. وستيف صد الهجوم بالدرع، والاشجار اتدمرت من اثار الضربه، وبيقرروا انهم فعلا لازم يوقفوا قتال. وبعدها عملاء ساشيلد بياخدوا لوكي لمركبه ساشيلد، وباين على لوكي ان هو مش متضايق ان هو اتقبض عليه، وبيحطوه في قفص صعب الهروب منه. ونيك فيوري بيحذره ما يحاولش يدمر القفص والا يخليك تقع من الطياره وتموت. ولوكي بيستنتج ان القفص ده اتبنى في الاصل لبروس عشان يحبسوه لو اتحول لهالك. ولوكي بيقول لفيوري انا عارف انك عاوز حجر التسراكت عشان تصنع بيه اشياء معينه، وكل اعضاء الافنجرز بيكونوا سامعين كلام لوكي وبيبداوا يشكوا في فيوري وعاوزين يعرفوا فيوري محتاج حجر التسراكت في ايه. ونيك فيوري بيتعصب لان لوكي شخص ذكي جدا ومحاربته مش هتكون حاجه سهله. وثور بيحكي للافنجرز اللي يعرفوا عن خطه لوكي وان هو عاوز يدخل جيش شتوري للارض عشان يسيطر عليها. وستيف مستغرب ازاي لوكي هيكمل خطته هو سابنا نقبض عليه، وهيعمل ايه بحجر الإيريديوم. وبروس بيقول له ما تركزش مع لوكي عشان شكله مجنون. بس ثور بيأمره يتكلم عن اخوه بأدب، وتوني بيتدخل وبيقول لهم لوكي محتاج حجر الإيريديوم عشان يثبت البوابه، وبالتالي البوابه ممكن تفضل مفتوحه لوقت طويل، ولسه هيحتاج مصدر طاقه قوي عشان يشغل حجر التسراكت. ولان توني مش مرتاح لفيوري بيحط جهاز على الكمبيوتر عشان يخترق بيانات ساشيلد. اما بروس يبقى دكتور في الفيزياء وبيحاول يعرف لوكي هيحتاج انهي مصدر طاقه، وبيعرف ان قوه صولجان لوكي متاخده من حجر التسراكت، فبيحاول يستخدم الصولقان ويحدد مكان التسراكت. وتوني بيعجب بذكاء بروس وبيعزمه يجي عنده في نيويورك، بس بروس بيرفض علشان خايف اي حاجه تعصبه ويتحول لهالك عشان مش بيقدر يسيطر على نفسه وممكن يدمر المدينه. وتوني بيهزر معاه وبيحاول يخليه يتحول لهالك. وستيف بيتدخل ومش بيعجبه اللي بيعمله توني عشان لو بروس اتحول لهالك فكل اللي في المكان هيكونوا معرضين للخطر، وبيقول له اللي انت بتعمله ده مش كوميدي. وتوني بيغير الموضوع وبيساله ليه نيك فيوري استدعانا دلوقتي، انا حاسس ان هو مخبي عننا حاجه بخصوص الديستراكت، وهو في الاصل جاسوس شغال مع المخابرات فاكيد مخبي عننا اسرار كتير. وهما الاثنين بيسالوا بروس لو يعرف حاجه، وبروس كان حاسس فعلا ان فيوري مخبي حاجه، وبيقدر يعرف ان لوكي محتاج برج ستارك عشان يشحن حجر التسراكت لان البرج ده فيه مفاعل نووي، والمفاعل ده جواه طاقه هائله، وعن طريق البرج هيقدر يفتح بوابه للفضاء. وعلشان كده نيك فيوري طلب المساعده من توني، بس انا مش عارف ساشيلد محتاجين التسراكت في ايه. وتوني بيقول انا خليت نظام الذكاء الاصطناعي يخترق منظمه
منظمه سشيلد عشان اعرف كل الاسرار اللي نيك فيوري مخبيها. بس ستيف مش بيعجبه اللي عمله توني، لان ستيف في الاصل جندي ومتعود يطيع الاوامر مش يتحدى الحكومه. وتوني بيقول له انا على عكسك مش بطيع الاوامر ومش بحب شغل الحكومات، انا بشتغل بدماغي وبس. وبروس بيقول لستيف توني عنده حق، في حاجه غريبه بتحصل هنا. وستيف بيقرر يتاكد بنفسه سشيلد مخبيين حاجه ولا لا، وبياخد بعضه وبيمشي. وتوني مش قلقان من لوكي ومعتقد ان هو هينتصر عليه بسهوله، وبيحاول يقنع بروس يتحول لهالك وتحاول تسيطر عليه. وبيقول له انا جسمي فيه مفاعل واصبح جزء مني واتعلمت ازاي اسيطر عليه. وبروس بيرفض كلامه وبيقول له الموضوع معايا مختلف، ولو اتحولت لهالك كلكم هتتضايقوا مني. وبعدها ستيف بيتسلل لمخزن سشيلد عشان يعرف هم محتاجين حجر التسراكت في ايه بالظبط، وبيعرف انهم عاوزين التسراكت عشان يصنعوا بيه اسلحه دمار شامل. وبكده نوايا سشيلد بتتكشف وستيف بيتعصب من كده. وبعدها ناتاشا بتقابل لوكي وبتكون قلقانه على هوك وبتساله انت عملت ايه في هوك، وهي بتكون قلقانه عليه لانه انقذها من الموت وهي صغيره. ولوكي مش بيديها اجابه واضحه وبيتلاعب بيها وبيقول لها انا هخلي هوك يقتلك، وبعد ما يقتلك انا هقتله. وناتاشا بتترعب منه ومن شره بس بتقدر تتلاعب بيه وتاخد منه معلومه مهمه، وان لوكي عاوز يعصب بروس عشان يتحول لهالك. ستيف بيواجه نيك فيوري بالاسلحه اللي لقاها في المخزن، وتوني بيكون عارف نفس المعلومه دي بعد ما اخترق نظام سشيلد. وبروس بيسال فيوري ليه عايزين يصنعوا اسلحه، ونيك فيوري بيضطر يتكلم ويقول عشان الارض اصبح بيجي لها فضائيين اقوياء زي ثور. وثور السنه اللي فاتت لما جه للارض دخل في حرب مع فضائيين تانيين وفي قريه اتدمرت بسببهم. كل الفضائيين اقوى مننا فلازم نصنع اسلحه قويه عشان نحاربهم لان البشر ضعاف جدا قدامهم. وثور بيقول له لوكي جه هنا عشان انت كنت بتستخدم التسراكت، ولو ما كنتش استخدمته من الاول ما كانش لوكي حس بيه وجه للارض. فيوري بيقول له الفضاء مليان كائنات كتير وفيهم ناس اشرار وبيفضلوا يتجادلوا وينسوا شغلهم. وستيف وتوني بيتخانقوا وستيف بيقول لتوني انت من غير البدله بتاعتك ولا حاجه، وتوني بيقول له انا من غير البدله بتاعتي ابقى شخص عبقري ومليونير. ستيف بيقول له انا اعرف ناس ما عندهمش فلوس اللي عندك بس قيمتهم اعلى منك بكتير لانك اناني ومش بتقاتل غير لنفسك وعمرك ما هتضحي بنفسك عشان حد، وانا نفسي ما تعتبرش نفسك البطل هنا. وتوني بيرد عليه وبيقول له انت مجرد تجربه معمل وكل القوه اللي عندك دي حصلت عليها من المصل. ستيف بيقول له روح البس بدلتك وتعال نخش في قتال. وثور بيتريق عليهم وبيقول لهم انتوا ناس تافهين جدا. وبروس بيتعصب منهم وبيقول انا كنت عايش في حالي وبعالج الناس ليه خليتوني انضم ليكوا. وبيطلع ان في نفس الوقت هوكي قدر يحدد طيار السشيلد عن طريق صولجان لوكي لانه مرتبط بحجر التسراكت. وبيتضح ان لوكي ساب نفسه يتقبض عليه عشان هوكي يقدر يوصل لمركبه السشيلد. وهوكي ورجالته بيستعدوا وهوكي بيطلق سهم فيه قنبله واحده محركات المركبه بتتدمر وبيحصل فوضى في المركبه. وتوني وستيف بينسوا خلافاتهم دلوقتي وبيضطروا يتحدوا سوا. وفي غرفه التحكم كل بيكون في حاله ذعر ومش هيقدروا يصلحوا المحرك اللي اتدمر لانهم طايرين في الهواء. في محرك تاني اتدمر فالمركبه هتبدا تقع والعامله هي اللي بتقول لازم شخص يخرج يصلح المحرك. وتوني بيقرر يعمل المهمه دي وبيروح يلبس بدلته وبيروح للمحرك وبيحلل كل الاضرار وعاوز يشيل الحطام اللي وصل للمحرك وبيقطع اجزاء الحطام بالليزر. وهوكي ورجالته بيقتحموا المركبه وبيشتبكوا مع فيوري ورجالته. وفي جندي كان هيرمي قنبله على المحرك بس ستيف بيمنعه وبيضرب رجاله هوك وبيرميهم من فوق. اما بروس مش بيقدر يسيطر على اعصابه وناتاشا بتحاول تهديه علشان ما يتعصبش وبيقول له بلاش تتحول لان ده اللي لوكي عاوزه. بس بروس مش بيقدر يستحمل وبيبدا يتحول لهالك وعمليه التحول بتكتمل. وناتاشا بتقلق لان كده بروس مش بيكون في وعيه واللي قدامها ده وحش عاوز يدمر ويقتل اي حد. فهي بتطلع تجري بسرعه بدون تفكير كتير ولكن هالك بيطاردها. ولوكي لما بيسمع صوت هالك بيفرح وهالك بيجري ورا ناتاشا وبيدمر اي شيء في سكته. وناتاشا اصبحت في خطر حقيقي وهالك بيضربها وبيوقعها. كان على وشك يقتلها بس ثور بيتدخل وبيوقفه وبيقلق من حجم هالك المرعب. وبالرغم من قوه ثور الجباره ما كانش قادر يوقف هجمات هالك القويه وبيستدعي المطرقه وبيضرب هالك وبيطيره. وهالك بيغضب اكتر وبيرمي عليه جناح الطياره بس ثور رمى عليه المطرقه وبيثبته في الارض لان المطرقه تقيله جدا ومش اي حد يشيلها حتى هالك مش قادر. والقتال ما بينهم بيكون مدمر وهي اللي بتقلق من هالك لانه كده هيدمر المركبه فبتستدعي طيار جوي عشان يشتت انتباهه. فعلا الطيار بيطلق النار على هالك وهالك بيغضب جدا وبينط على الطياره وبيبدا يدمر فيها والطيار بيهرب بالباراشوت والطياره بتنهار وهالك عليها. وبعدها هوك رمى قنابل على غرفه التحكم وبيعطل اجهزتهم واحده المحركات فبالتالي المركبه بتتوقف عن العمل وبتبدا تنهار. وتوني بيضطر يلف مروحه المحرك بنفسه عشان المركبه ما تقعش. توني بيستخدم كل قوه بدلته عشان يلف المروحه. فعلا توني بيبذل مجهود كبير واخيرا المروحه بتشتغل بس توني بيتعلق في المروحه وبيصطدم فيها وبيخرج باعجوبه بس بدلته اتدمرت. وستيف بيتضرب عليه النار وكان هيقع في الجو بس بيمسك في سلك. وبعدها توني بيهجم على الجنود وبينقذ ستيف. اما ثور فبيوقف لوكي عن الهرب بس بينتهي بيه الامر ان هو بيتحبس مكانه في القفص عشان بيطلع ان اللي ثور حاول يمسكه ده كان هولوجرام ولوكي نسخ نفسه عشان يخضع ثور ويحبسه. ولوكي في الحقيقه هرب من القفص من بدري
بدري، وثور حاول يكسر الازاز بالمطرقه وبيعمل فيه شرخ، والعميل فيل بيوصل وبيرفع سلاح على لوكي، وده احدى الاسلحه اللي اتصنعت من التستراكت. بس لوكي جه من وراه وقتله، وبعدها فتح المركبه ورمى القفص اللي في ثور في الهواء، وثور بيحاول يكسر الازاز قبل ما يصطدم بالارض، وقدر يهرب منه في الوقت المناسب قبل الاصطدام. وبيطلع ان فيل في نفس لسه، وبيقول لوكي انت اللي هتخسر في النهايه، ولوكي بيقول له الافنجرز منقسمين وبيتخانقوا مع بعض، وثور وقع من السماء وزمانه مات، فازاي هخسر؟ وبعدها فيل ضربه بالسلاح وطيره، ولكن لوكي مش بيموت وبياخد طياره وبيهرب. وعلى الجانب الاخر في المركبه ناتاشا بتخش في قتال مع هوك، والاثنين مش بيمتلكوا قدرات خارقه زي الباقي، فالقتال ما بينهم بيكون متكافئ وبيستخدموا مهاراتهم القتاليه ضد بعض. وناتاشا خبطت الدماغ في الحديد، فهوك بيبدا يفوق ويخرج عن سيطره لوكي، وفيوري بيقلق جدا على فيل لانه بيموت. فيل بيقول لفيوري للاسف انا خلاص هموت، وفيوري بيحزن عليه جدا، والكل بيعرف بوفاته وبيتضايقوا وبيحسوا بخيبه الامل لانهم خسروا القتال وخسروا شخص مهم زي فيل، ورجعوا لنقطه الصفر ولا عارفين مكان التستراكت، وفقدوا ثور وبروس، وتوني حاسس بالياس والاحباط، وفيوري بيستغل موت فيل عشان يحفزهم للقتال، وبيقول لهم ايوه انا كنت عاوز اصنع اسلحه من التستراكت، بس كنت عاوز حاجه اهم من كده، وهي اني اجمع فريق من الابطال الخارقين ويقدروا يشتغلوا مع بعض، ولما العالم يحتاجهم يكونوا موجودين وينقذونا ويخشوا في معارك وحروب البشر العاديه مش هيقدروا يخشوها. والعميل فيل اللي كان نفسه ده يحصل، بس للاسف ده ما حصلش، بينما بروس وقع فوق مبنى ودمره ورجع لشكله الانسان، بس مفيش حد اتاذى، والحارس ده بيديله لبس لانه عريان تماما، وبالرغم ان هوك فاق بس بيكون مربوط. وناتاشا عاوزه تتاكد ان هو فاق واستعد عقله، وهوك بيقول انا كنت حاسس اني مسلوب الاراده وفي شيء جوايا هو اللي محركني، وهوك حاسس بالاحباط لان اكيد في ناس بريئه ماتوا بسببه. بس ناتاشا بتقول له ما تلومش نفسك، انت كنت تحت سيطره لوكي واحنا ما اتدربناش اننا نقدر نواجه وحوش وسحر وكائنات فضائيه، وهي بتقرر تحرره دلوقتي. وهوك بيقول لها المعلومات اللي يعرفها عن خطه لوكي وان هو هينافس خطته النهارده. فناتاشا بتقول احنا لازم نوقفه، بينما توني كان واقف بيفكر في العميل فيل وبيقول عليه غبي عشان ما ينفعش يقف في وش لوكي، كان لازم عليه يستنى حد يواجه لوكي. وبيقول لستيف احنا مش جنود تحت امر فيوري وانا مش هنضم لفريق الافنجرز، وستيف بيوافق على كلامه وبيتفق معاه، وبيقول له احنا لازم ننسى كل اللي فات ونخلص المهمه دي. وتوني بيستنتج ان هدف لوكي كان ان هو يهجم علينا في مكاننا عشان يفرقنا عن بعض ويخلينا نتخانق ونلوم بعض، بس احنا لازم ما نلتزمش، واكيد هو ناوي يقتلنا قدام ناس كتير عشان يقنع العالم ان هو هزم الابطال الخارقين ويقدر يحكم العالم. ودي طبيعه لوكي لان هو شخص بيحب يلفت الانظار، وبيستنتج ان لوكي هيفتح البوابه فوق برج ستارك عشان الناس كلها تشوف اللي هيحصل، وفريق الخارقين بيقرروا يصلحوا من فشلهم السابق ويتحدوا سوا وينسوا اي خلاف ما بينهم لان مصير العالم بين ايديهم. كل بيستعد بسلاحه الخارق، وبعدها توني بيوصل لبرج ستارك وبيشوف العالم إيريك وهو بيجهز التستراكت للتشغيل، وتوني هجم على الجهاز بس الضربه اتردت فيه، وتوني بيدرك ان لوكي عامل درع حوالين التستراكت وتوني مش هيقدر يدمر الجهاز بالقوه، وبيخلع البدله وبيقابل لوكي وبيقول له ان الفريق بتاعنا كبير وقوي مش هتقدر تنتصر علينا، ومفيش حد بيحكم الارض حتى لو جيشك جه الارض وانتصر علينا فاحنا هنرجع ننتقم. ولوكي مش بيحس باي تهديد من كلامه وبيستهزأ بفريق الافنجرز لان انتصر عليهم، وكان عاوز يسيطر على توني زي ما سيطر على هوك والبقيه، بس لوكي بيحط صولجان على المفاعل بتاع توني فتوني مش بيتاثر، ولوكي بيتعصب على توني وبيقول له كلكم هترقعوا ليا وبيرميه من الشباك، وتوني بتستدعي البدله بتاعته واللي بتطير وراه وبتتشكل على جسمه وبينقذ نفسه في اخر لحظه، ولكن في نفس الوقت التستراكت اطلق شعاع ازرق في السماء وبكده يتفتح بوابه للفضاء وبيخرج منها جيش توري، وتوني بيتصدم وبيتقاتل معاهم وبيخرج صواريخ عليهم، بالرغم ان توني قدر يقتلهم بس هم عددهم كان كبير ومش هيقدر يقتل كل دول لوحده. وشتوري بيهجموا على الارض وعلى الناس البريئه وبيحولوا الاماكن اللي كان كلها سلام لحاله حرب، ولوكي بيظهر ببدلته وبيحس بالانتصار، وثور بيوصل وبيأمر يقفل التستراكت بس لوكي بيرفض وبيقول له الحرب هتحصل لا محاله، والاخوين بيتقاتلوا ضد بعض والناس في الشوارع بيجروا من الخوف، والشرطه بتوصل بس مش هيقدروا يعملوا حاجه مع الفضائيين. وبعدها ناتاشا وهوك بيوصلوا بطيارتهم علشان يساعدوا توني بس بيتشتتوا مع قتال لوكي وثور، ولوكي حكم على طيارتهم والطياره بتبدا تنهار، بس هوك بيشغل الهبوط الاضطراري وبيهبطوا بسلام. وهنا الثلاثه عاوزين يطلعوا لبرج ستارك بس بيتصدموا لما بيشوفوا وحش عملاق خارج من البوابه، وبيخرج من الوحش ده عدد كبير من وحوش توري وبيهجموا على البشر، وثور بيضرب لوكي وبيقول له بص بسببك ايه اللي بيحصل، هل انت معتقد انك كده هتحكم الارض؟ ولوكي بيخدع ثور ان هو متاثر وحاسس بالذنب، فجاه بيطعن ثور في بطنه فثور بيغضب وبيضربه بعنف، ولوكي بيركب على طياره من طيارات شتوري وهرب منه، والكائنات الفضائيه بينشروا الدمار في المدينه والكل بيخاف وبيجري، وصوت صراخهم مغطي المدينه والمدينه بتتحول لجحيم، وناتاشا وهوك بيحاربوا الشتوري على قد ما يقدروا وبينقذوا الناس اللي اتحبسوا في العربيات، وستيف بيدي الاوامر للشرطه وبيعرفهم باماكن الناس اللي محتاجين انقاذ، بس الضباط ما يعرفوش ستيف اصلا عشان ينفذوا
ينفذوا امره، ولكن لما ستيف ضرب كائنات شتوري ودمرهم بيقرروا ينفذوا كلامه، وناتاشا وهوك بيدمروا في الكائنات دي وعاوزين يدافعوا عن الارض مهما كانت المخاطر، بس المهمه بتبقى صعبه عليهم، فستيف بيتدخل وبيساعدهم وبيوصل ثور وبيدمرهم، وبيفكروا في خطه لايقاف حجر التسراكت، بس المشكله ان الدرع اللي حوالين الحجر لا يمكن اختراقه، وبروس بيوصل لحد عندهم وهم عاوزينه يتحول لهالك ويساعدهم في القتال، وايرون مان بيهجم على الوحش العملاق وبيلفت انتباهه وبيستدرك الوحش وراه عشان هالك يحاربه، وستيف بيسأل بروس هل ده هيعصبك عشان تتحول، وبروس قال له انا على طول متعصب، وفعلا بيتحول وبيضرب الوحش وبيوقفه، وتوني ضرب عليه صواريخ وقدروا يدمروا الوحش ده، وكائنات شتوري بيتصدموا من اللي حصل، وبكده فريق الافنجرز اصبحوا عارفين يتحدوا ويتقاتلوا سوا، بس المفاجاه بيوصل وحوش تانيين وفريق الافنجرز بيتصدم، كابتن امريكا بيدي الاوامر العسكريه كل شخص فيهم، وكل شخص فيهم بيروح ينفذ المطلوب منه، وهالك بيروح يدمر كائنات شتوري وبيطلق العنان لقوته، وثور بيطلع على اعلى مبنى في المدينه وبيسحب طاقه كبيره من البرق وبيوجه الطاقه دي على الوحوش وبيدمرهم، وتوني بيستدرك وراه عدد كبير من الوحوش وهدفه يبعدهم عن الناس، وفي وحش بيقرب من مبنى فيه ناس، بس هالك بيتدخل وبيوقفه عند حده وبيستخدم قوته الغشيمه عليه، وناتاشا بتواجه الموت وبتعيش بعجوبه وبتقول لستيف احنا مش هننتصر الا لما نقفل البوابه لان اقوى اسلحتنا مش هتعمل حاجه معاهم، المشكله ان عددهم ما بيخلصش، وناتاشا بيجي في بالها فكره معينه، وبعدها ستيف بيدفع ناتاشا الاعلى وهي بتتعلق في حته الطيارات وبتتخلص من الفضائي ده، بتسيطر على الطياره، وتوني بيدمر الفضائيين اللي كانوا بيطاردوها وبيتعاون مع ستيف وبيقتلوا فضائيين اكتر، وبقيه الابطال الخارقين بيقاتلوا بكل قوتهم وما عندهمش اي نيه للاستسلام، واقفين بيقاتلوا بكل عزيمه واصرار، وفي فضائيين محاصرين ناس في البنك، وستيف بيوصل في الوقت المناسب وبيتخلص منهم كلهم، والجيش بيوصل للمدينه وبيشتبكوا مع الفضائيين، وفي عدد كبير من المدنيين اصبحوا مصابين ومحتاجين رعايه، وستيف شايف الدمار اللي حصل وحاسس باليأس لانها معركه صعبه جدا، ولوكي بيطارد ناتاشا وعاوز يقتلها، فهوك بيطلق سهم على لوكي والسهم انفجر فيه وقعه على برج ستارك، وهوك بيوصل له وبينزل فيه ضرب بدون اي مقدمات، ولوكي بيتجمد في مكانه، والعالم إيريك بيكون فاهم من سيطره لوكي وبيقول لناتاشا ان صولجان لوكي هو الوحيد اللي هيقدر يوقف البوابه، والحزن الحظ صولجان واقع قدام إيريك، بينما توني كان بيستخدم كل طاقه البدله قتال وبيفتح كل اسلحته وبيخش جوه الوحش وبيدمره، واسهم هوك بتكون خلصت والوحوش جايه ناحيته، فهو بينط في الهواء وبيضرب الحيطه بخطاف وبيخش البرج من الشباك، وفي عدد كبير من الوحوش بيتجمعوا وبيشنوا هجوم مكثف على هالك، بينما فيوري بيتواصل مع قاده العالم وبيقولوا له احنا خدنا قرار وهنرمي قنبله نوويه على المدينه عشان كل الفضائيين يموتوا، وفيوري بيرفض القرار ده وبيقول عليه قرار غبي لان في مدنيين لسه هناك، وفريق الافنجرز قادرين يتصرفوا، بس المجلس مش بيقتنعوا بكلام فيوري وبيقرروا يطلقوا صاروخ نووي على برج ستارك، في طياره بتبدا تتحرك ناحيه نيويورك، بس فيوري ضرب الطياره بصاروخ وقفها بنجاح، ولكن لسوء الحظ في طياره تانية بتتجه للحرب، وفيوري بيتواصل مع توني وبيقول له في خلال 3 دقائق في صاروخ نووي هيترمي على المدينه، فتوني بيطير عشان يتصرف بسرعه، وبعدها الصاروخ بيتم اطلاقه على المدينه، فريق الافنجرز لسه بيقاتلوا لكنهم تعبوا والموضوع اصبح مستحيل، وفعلا برج ناتاشا جابت الصغلقان وبتختار بيه الدرع وبتقول لزمايلها انا هقدر اوقف البوابه، بس توني بيامرها تتوقف لان في قنبله نوويه جايه علينا، وتوني عاوز ياخد الصاروخ للبوابه عشان تنفجر في الفضاء، وبيروح يمسك الصاروخ وبنظام الذكاء الاصطناعي اللي اسمه جارفيس بيقول لتوني ان دي هتبقى مهمه خطيره جدا وممكن ما ترجعش منها عايش، بس توني مش بيهتم وعارف العواقب وعاوز يتصل بحبيبته بيبر عشان يودعها قبل ما يموت، لكن بيبر مش بتسمع التليفون عشان مركزه مع الاخبار وهي اصلا قلقانه على توني، وتوني بيشيل الصاروخ وبيبعدوا عن البرج في اخر لحظه وبيخش بيه البوابه، وفيوري وكل العملاء بيتبسطوا، وتوني لما دخل الفضاء بتلته بتتوقف عن العمل وبيتضايق ان هو ما قدرش يودع بيبر، والصاروخ النووي بينفجر في مركبه شتوري وكلهم بيموتوا في الحال، وناتاشا مستنيه توني يرجع عشان تقفل البوابه، بس ستيف بيديها امر تقفل البوابه حالا، توني بيقفل عينيه مستني الموت وبيقع من البوابه في اخر لحظه وهي بتتقفل، وهالك نط في الجو وانقذ توني وبيشيلوا القناع بيظنوا ان هو مات، بس هالك صرخ فيه وتوني بيفوق، وستيف بيعرف توني انهم اخيرا انتصروا، وتوني بيقول لهم احنا لازم نرتاح بعد اللي حصل ده، وبيقترح عليهم يروحوا يتغدوا سوا، بس ثور قال له الموضوع لسه ما انتهاش لان لوكي لسه موجود، ولوكي لما بيقوم بيلاقي الافنجرز كلهم قدامه فبيتصدم وبيقرر يستسلم، وبعدها الاخبار بتتكلم عن الهجوم الفضائي اللي حصل وبيقولوا ان فريق الافنجرز انقذونا والشعب حبوا الافنجرز جدا واصبحوا مرتاحين نفسيا عشان في ناس بتدافع عنهم، وكل بطل خارق اصبح له جمهور معجبين وبيلبسوا لبسهم وبيقلدوا حركاتهم، وكل اعضاء فريق الافنجرز اصبحوا من المشاهير، وفيوري بيقرر يدي تستراكت لثور لان مكانها الاصلي هو اسجارد، وبيسمح لثور ياخد لوكي معاه عشان يتحكم في بلده، فثور بياخد لوكي وبيمشوا، كل اعضاء فريق الافنجرز بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه وهيستنوا اي مكالمه من نيك فيوري عشان يقدموا مساعده، وبعدها زعيم جيش شتوري بيتكلم مع شخص اسمه ثانوس، وثانوس ده شخص خطير جدا، زعيم شتوري بيحكي له ان الخطه فشلت والبشر طلعوا اقوياء ما قدرتش يجيب لك حجر التسراكت، ثانوس بيقرر يقرب خطه تانية
بيبدأ الفيلم في زمن قديم وبنكون في كوكب الظلام، وبيكون ملك الكوكب ده شخص اسمه ملكيز، وبنعرف ان ملكيز عاوز ينشر الظلام في الكواكب التسعة، وده عشان يسيطر عليهم كلهم ويحكم الكون. وبيكون ملكيز بيستخدم سلاح قوي جدا، والسلاح ده قوة قديمة من الدمار اللانهائي واسمها قوة الإيثور. وبيكون ملكيز مستني ظاهرة كونية تحصل علشان يستخدم قوته، والظاهرة دي هي ظاهرة تقارب الكواكب التسعة واللي بتحصل كل 5000 سنة. وبيكون ملكيز عاوز يستغل الظاهرة دي لأن الكواكب التسعة بيتحدوا سوا وبتتلغي كل الحدود اللي ما بينهم، وهو هيقدر ساعتها ينشر الظلام في الكواكب دي ويستخدم قوة الإيثر في الكواكب التسعة في وقت واحد. ولكن ملكيز بيتفاجئ لما بيلاقي كوكب أسجارد بيهجم على كوكبه، وبنعرف إن الملك بور أبو الملك أودن هو اللي بيقود الحرب دي ضد ملكيز، وده عشان ينقذ الكل من شره. وبتدور حرب قوية ما بين الجيشين، وبتنتهي الحرب بانتصار جيش الملك بور، وبيقدر الملك بور إن هو يستولي على قوة الإيثور. وساعتها بينسحب ملكيز من المعركة وبياخد المساعد بتاعه اللي اسمه الجرين، وبيركبوا سفينة فضائية وبيهربوا. وبعدها بيجي واحد من جنود أسجارد وبيسأل الملك بور لو هياخد قوة الإيثر معاهم على مملكة أسجارد، ولكن الملك بور بيرفض، وده لأن هو بيكون خايف على مملكته من خطر قوة الإيثر. وعشان كده بيأمر الجندي يحتفظ بقوة الإيثر في عمود من الصخر ويخبيها في مكان بعيد جدا عشان محدش يقدر يوصلها بسهولة. وفي الوقت الحاضر بيكون جنود مملكة أسجارد قبضوا على لوكي وبيكونوا رايحين بيه عند الملك أودن أبوه، وده لأن لوكي ارتكب جرائم كتيرة في الكواكب التسعة الفترة اللي فاتت. فبيحاول لوكي ان هو ينكر كل جرايمه، وبيقول للملك أودن ان هو بيدور على حقه كملك من ملوك الكون، ولكن أودن بيفهمه ان هو عمره ما هيكون ملك طول ما الشر لسه موجود في قلبه. وبعدها بيأمر الجنود ان هم ياخدوا لوكي على السجن، وقبل ما يمشي لوكي بيسأل أودن عن ثور، فبيقول له ان ثور بيصلح وراه فوضى اللي هو اتسبب فيها في كل الكواكب التسعة. وبيقول أودن ان بعد ما ثور يخلص مهمته هيبقى هو ملك مملكة أسجارد. وبنروح لثور اللي بيكون مع اصحابه وبيكونوا في اخر حرب ليهم ضد الاشرار، وبكده بيكونوا قدروا ان هم يوقفوا الفوضى اللي حصلت في الكواكب التسعة بسبب لوكي. وبعدها بيرجع ثور لمملكة أسجارد وبيقابل ابوه أودن، وبيكون أودن مبسوط لان السلام رجع تاني للكون، وبيطلب أودن من ثور ان هو يستعد عشان يتولى عرش المملكة. وبنروح لكوكب الارض وبالتحديد في لندن، وبنشوف جين حبيبة ثور وبتكون قاعدة مع واحد صاحبها في المطعم، وبيظهر ان زميلها بيحاول يقرب منها، ولكن جين بتكون مش قادرة تتعامل مع زميلها ده لان هي لسه بتحب ثور على الرغم من ان هو غايب عنها بقاله سنتين. وفجأة بتدخل دارسي للمطعم وبتقول لجين ان الجهاز رصد اشارات غريبة في مكان معين، وان المكان ده في خلل في الجاذبية الارضية. وبتقول دارسي ان دي نفس الاشارات اللي هم رصدوها قبل كده وقت ظهور ثور، وده معناه ان ثور راجع تاني لكوكب الارض. وجين بتقوم وبتسيب زميلها وبتروح مع دارسي على المكان، وهناك بتتفاجئ جين لما بتلاقي الحاجات بتختفي في بوابات زمنية صغيرة، فبتمشي ورا الترددات دي وبتكون فاكرة انها تقدر توصل لثور، ولكنها بتتسحب جوه بوابة زمنية وبتتنقل لمكان تاني، والمكان ده بيكون هو نفس المكان اللي موجود فيه قوة الإيثور. فبتحب جين انها تستكشف المكان اكتر، ولكنها بتتفاجئ ان قوة الإيثور بتدخل جوه جسمها، فبتستغرب جين وما بتكونش عارفة ايه اللي حصل لها، وبعدها بتقع على الارض وبيغمى عليها. وفي اللحظة دي بيصحى ملكيز من النوم، وده لان هو حاسس ان قوة الإيثور اتحررت، وبيقف قدام رجالته وبيطلب منهم يستعدوا للحرب. وفي الوقت ده في مملكة أسجارد بيكون ثور واقف مع هندال ان هم صلحوا البوابة الزمنية اللي بيقدروا يتنقلوا بيها ما بين الكواكب، وده بعد ما ثور دمره في علاقته مع لوكي قبل كده. وقتها بيطلب ثور من هندال ان هو يبص على كوكب الارض ويطمنه على جين، فبيقول له هندال ان جين بقالها فترة تدرس ظاهرة تقارب الكواكب لكنها اختفت فجأة من كام يوم وما بقاش قادر يشوفها في كوكب الارض. فبيقلق ثور على جين وبيقرر يروح لكوكب الارض علشان يطمن عليها. وفي الوقت ده بتفوق جين وبتلاقي نفسها رجعت للمكان اللي كانت فيه مع دارسي، ولما بتروح لدارسي بتتفاجئ ان الشرطة موجودة في المكان، فبتستغرب جين من اللي بيحصل وبتسأل دارسي عن السبب، وبتعرف جين من دارسي انها اختفت لمدة 5 ساعات، وعشان كده دارسي قلقت عليها وبلغت الشرطة. وبتتفاجئ جين ان ثور قدامها، فبتروح له وبتضربه بالقلم وبتتخانق معاه لانه ما رجعلهاش زي ما هو وعدها. وبيعرفها ثور ان الجسر اتدمر وعشان كده ما عرفش يرجع لكوكب الارض تاني، ده غير ان هو كان بيحل شوية مشاكل في الكواكب التسعة الباقيين. وبيعرفها ان هو بيعمل كل ده عشان يحمي الكون ويحميها هي كمان. وبيغير ثور الموضوع وبيسأل لو كانت كويسة، وبيقول لها ان نضال ما بقاش بيشوفها، وده معناه ان هي بتعاني من مشكلة. ولكن جين
بتقول له ان هي كويسه وما حصلهاش اي حاجه، وبتيجي دارسي وبتقطع كلامهم وبتقول لجين انها تروح للشرطه عشان تديهم اقوالها. واول ما الشرطي بيلمس جين بتخرج من جسمها طاقه قويه وبتدمر المكان كله، فبيجري عليها ثور وبيكون قلقان عليها جدا وبياخدها وبيرجع بيها على مملكه اسجارد. وهناك بياخدها ثور وبيروح بيها على غرفه المعالجه، وبيبداوا علماء المملكه يفحصوا جسم جين، ولكنهم بيكونوا محتارين ومش عارفين نوع الطاقه اللي جوه جسمها. وفي اللحظه دي بيوصل اودن وما بيكونش عاجبه وجود جين في مملكته، وبيكون عاوزها ترجع تاني لكوكب الارض. فبيحاول ثور يفهمه ان في طاقه غريبه جوه جسم جين وان هو اول مره يشوف الطاقه دي، ولكن اودن بيرفض يسمعه وبيصمم على رايه، وبيأمر الجنود ان هم ياخدوا جين ويرجعوها لكوكب الارض. ولكن اول ما الجنود بيلمسوا جين بتخرج منها طاقه تطيرهم في الهواء، فبيتصدم اودن وبيقرب من جين وبيحط ايده على دراعها، وبيستغرب جدا لما بيعرف ان قوه الايثر موجوده في جسمها. فبياخد ثور وجين وبيروح بيهم على غرفته، وهناك بيوريه كتاب بيحكي عن قصه مالكيز ملك كوكب الظلام، وبيعرفوا ان مالكيز كان بيحاول يستخدم قوه الايثر عشان يسيطر على الكون كله. وبيكون اودن مستغرب ازاي قوه الايثر وصلت لجين، فبتسال جين اذا كان في طريقه عشان تطلع الايثر من جسمها، ولكن اودن بيقول لها ان الكتاب ما ذكرش اي حاجه عن الموضوع ده. وبننتقل لمالكيز اللي بيرجع على الجريد في بطنه وبيزرع في جسمه قنبله، وبعدها بيخليه يتنكر في هيئه واحد من المجرمين، وده عشان يتقبض عليه وسط المجرمين اللي جنود مملكه اسجارد بيقبضوا عليهم. وبنعرف هنا ان مالكيز بيعمل كده لان هو عارف ان قوه الايثر موجوده في مملكه اسجارد، وبيقدر ارجريد يدخل مملكه اسجارد وبيتحبس في السجن. وفي اليوم اللي بعده بيكون ثور مع جين في القصر، وساعتها بتيجي فريجا ام ثور وبترحب بجين. وفي الوقت ده في السجن بيبدا الجريد ينفذ خطته وبيطلع القنبله اللي معاه واللي بيكون فيها قوه خارقه، واول ما بيمسكها بيتحول لوحش ضخم، وبعدها بيهجم على حراس السجن وبيقتلهم كلهم. وبيفضل الجريد ان هو يدمر السجن كله ويحرر كل المساجين، وبيظهر ان الجريد عارف ان لوكي ابن اودن وعشان كده ما بيحرروش من زنزانته، وبتحصل فوضى كبيره في السجن كله. وفي الوقت ده فريجا بتطلب من ثور ان هو يروح يشوف فيه ايه وايه اللي بيحصل في السجن، وبيطلع على السجن وهناك بيكون اصحاب ثور في معركه قويه مع المساجين اللي بيحاولوا يهربوا. واول ما بيوصل ثور بينضم لاصحابه في المعركه. في اللحظه دي بتوصل سفينه مالكيز وبيخرج منها طيارات كتير بتهجم على مملكه اسجارد، وما بتقدرش دفاعات المملكه ان هي تصد هجوم طيارات مالكيز. وبتوصل واحده من الطيارات للقصر الملكي وبينزل منها جنود مالكيز وبيهجموا على جنود مملكه اسجارد، واثناء القتال بيتحرر مالكيز ناحيه عرش المملكه وبياخد قنبله من واحد من جنوده وبيدمر العرش. وبعدها بيمشي مالكيز ورا احساسه بقوه الايثر لحد ما بيوصل لاوضه فريجا، وبتهجم فريجا على مالكيز وبتقدر تسيطر عليه، بتكون على وشك ان هي تقتله، ولكن بيجي الجريد بيضرب فريجا بالسيف وبيقتلها. وفي اللحظه دي بيجي ثور وبيهجم على مالكيز، والجريد المساعد بتاعه وبيقدر يسيب مالكيز في وشه اصابه قويه جدا، ولكن الجريد بيتحرك بسرعه وبياخد مالكيز وبيهربوا قبل ما ثور يخلص عليهم هما الاثنين. وبعدها بيجي اودن وبيحزن جدا بسبب موت فريجا مراته، ويقرر ان هو يحط جين في الحبس عشان يستخدمها قطعه لمالكيز، لانه عارف ان مالكيز هيرجع تاني عشان ياخد قوه الايثر اللي جوه جسمها، وساعتها هو هيقتله وياخد حق فريجا مراته. فبيقول له ثور ان مالكيز وجنوده اقوياء جدا، وبيعرفوا ان هو هياخد جين ويروح بيها على كوكب الظلام، وده عشان يحارب مالكيز هناك ويخلص عليه، وبكده هو هيحمي شعب مملكه اسجارد من خطر الحرب ضد مملكه الظلام. ولكن اودن بيرفض وبيكون مصمم على رأيه وبيسيب ثور وبيمشي. وبالليل ثور بيقعد مع صحابه وبيقول لهم على اللي حصل ما بينه وما بين ابوه، وبيعرفوا ان مالكيز لو هجم على مملكه اسجارد هيدمرها بالكامل، وعشان كده لازم يهرب هو وجين من المملكه، وبيطلب من اصدقائه ان هم يساعدوه وهم بيوافقوا. ولكن بتفضل قدامهم مشكله، وهي ان اودن قفل الجسر، وبالتالي ثور وجين مش هيعرفوا يخرجوا من المملكه. ولكن ثور بيقول لهم ان في طريق سري محدش يعرفه غير اخوه لوكي، وبيفهم هنا اصحابه ان هو هيستعين بلوكي عشان يساعده، وبيكون كلهم معترضين لان لوكي ممكن يكون ثور وبيطلبوا منه وياخد حذره منه. وفي اليوم اللي بعده بيروح ثور وبيقابل لوكي في زنزانته وبيقول له ان هو محتاج مساعدته عشان ينتقموا من مالكيز وياخدوا حق امهم، فبيوافق لوكي بدون تردد. وقبل ما يمشوا ثور بيحذره ان هو لو فكر يخونه هيقتله. واول ما بيخرج لوكي من الزنزانه بتاعته بيغير شكله وبيتحول لهيئه حارس السجن، وبيقدر هو وثور انهم يخرجوا من السجن من غير ما حد يحس بيهم. في الوقت ده سيف بتخدع الحراس وبتقدر ان هي تحرر جين، وبعدها جين بتروح للوكي وثور وبيهربوا من
المملكة. وفي اللحظة دي اودن بيعرف ان جين وثور ولوكي هربوا من المملكة، فبيأمر جنوده ان هم يروحوا وراهم ويقبضوا عليهم، ولكن اصحاب ثور بيقدروا يعطلوا جنود المملكة لحد ما ثور يهرب هو ولوكي ومعاهم جين من طريق سري موجود جوه الجبل. وفي الوقت ده في كوكب الظلام الجريد بيقترح على مالكيز ان هم يهجموا على مملكة اسجارد، ولكن مالكيز بيقول له ان مملكة اسجارد ما عادتش مهمة بالنسبة لهم، وبيعرفوا ان الايثر في طريقه ليهم. وبعدها بيوصل ثور ولوكي وجين لكوكب الظلام، وبيكون مالكيز ورجالته في انتظارهم. وفجأة لوكي بيطلع خنجر وبيطعن ثور في بطنه، وساعتها بتتصدم جين من خيانة لوكي لاخوه وبتجري على ثور عشان تطمن عليه. في اللحظة دي ثور بيمد ايده عشان يسترجع المطرقة اللي بتكون وقعت منه لما كان بيقع من على الجبل، ولكن لوكي بيمسك ايده وبيقطعها قبل ما المطرقة توصل لها. وبعدها لوكي بيمسك جين وبيرميها قدام مالكيز وبيقول له ان هو في صفه دلوقتي، وان هو طالب منه ان هو يكون ملك على اسجارد، وده بعد ما مالكيز يسيطر على الكون كله. وساعتها الجريد بيقول لمالكيز ان لوكي بقى عدو ثور، وده لان هو شافه في السجن وقت ما كان في مملكة اسجارد. فبيصدق مالكيز كلام الجريد وبيثق في لوكي. وبعدها مالكيز بيستخدم قوته وبيرفع جين في الهواء وبيبدا يسحب منها قوة الايثر. وفي اللحظة دي بيتحرك لوكي بسرعة وبيستخدم قوة السحر وبيرجع ايد ثور زي ما كانت. فبيمد ثور ايده وبيمسك المطرقة وبتخرج منها صاعقة بتدمر قوة الايثر قبل ما تدخل جوه جسم مالكيز، ولكن ثور ولوكي بيتصدموا لما بيلاقوا قوة الايثر بتتجمع تاني وبتدخل جوه جسم مالكيز. وبعدها مالكيز بيأمر رجالته ان هم يتخلصوا من ثور واللي معاه، وبيتحرك هو في اتجاه السفينة الفضائية وبيركب وبيمشي. وبعدها بيرمي الجريد قنبلة ناحية ثور، فبيتحرك لوكي بسرعة وبيزق ثور بعيد عن القنبلة وبتنفجر القنبلة، وبيكون لوكي هيتسحب جوه ثقب اسود في الفضاء وبيطير ثور وبينقذ لوكي. وبعدها الجريد بينزل ضربه في ثور وبيديله ضربة بتضيره بعيد. اما باقي رجالة مالكيز فبيحاصروا لوكي، ولكن لوكي بيتحرك بسرعة وبيهجم عليهم وبيقدر ان هو يتخلص منهم كلهم. وساعتها لوكي بيشوف الجريد وهو بيضرب ثور ضربات قوية جدا، فبيتحرك بسرعة وبيهجم عليهم وبيقدر ان هو يطعن الجريد في ظهره، ولكن الجريد ما بيتأثرش بالطعنه وبيمسك لوكي وبيطعنه وبيرميه على الارض. وبيتفاجئ الجريد ان لوكي زرع في جسمه قنبلة وما بيلحقش الجريد ينقذ نفسه والقنبلة بتنفجر فيه وبيتدمر. وبعدها بيجري ثور على لوكي وبيكون حزين جدا عليه وبيقول له ان هو يحكي لابوه على شجاعته وبطولته، فبيقول له لوكي ان هو ما عملش كده عشان ابوه. وبعدها بيموت، وساعتها بيحزن ثور على اخوه اللي ضحى بنفسه عشان ينقذه من الموت. وبعدها بتحصل عاصفة قوية في المكان، فبيتحرك ثور وبياخد جين وبيستخبوا جوه الجبل من العاصفة. وهناك جين بتقول لثور ان مالكيز هيروح على كوكب الارض، وده لان كوكب الارض هو مركز التقارب بين الكواكب. وساعتها مالكيز هينشر قوة الايثر ويدمر الكون كله. فبيحتار ثور وما بيكونش عارف يتصرف ازاي عشان هو عاوز يروح لكوكب الارض ورا مالكيز، ولكنه مش لاقي طريقة يروح بيها. وفجأة تليفون جين بيرن وبيكون زميلها في الشغل هو اللي بيتصل بيها، فبتفهم جين ان بسبب ظاهرة اقتراب الكواكب كل الفواصل اللي ما بين الكواكب اختفت. وبتعرف جين ان المكان ده هو نفس المكان اللي كانت فيه قبل كده، وده لما اتسحبت جوه بوابة زمنية وقوة الايثر دخلت جوه جسمها. فبتتحرك جين جوه المكان ده لحد ما بتلاقي بوابة مفتوحة بين الارض ومملكة الظلام، فبتدخل فيها هي وثور وبينتقلوا لكوكب الارض. واول ما بيوصلوا بتروح جين على المختبر وبتبدا تفكر هي ودارسي وإيريك في طريقه يقضوا بيها على مالكيز. فبيتتبع إيريك مسار قوه الايثر لحد ما بيوصل لمكان نقطه التقارب، فبيروحوا كلهم على هناك بسرعه، وده لانهم عارفين ان مالكيز هيوصل للمكان ده في وقت قريب، وبيكونوا حاطين خطه عشان يخلوا مالكيز يتوه ما بين البوابات الزمنيه اللي في الكون. وفي مملكه اسجارد بيدخل حارس السجن على اودن وبيحكي له على كل اللي حصل في كوكب الظلام، وبيقول له ان لوكي ضحى بحياته عشان ينقذ اخوه. فبيحزن اودن بسبب موت لوكي، وساعتها بتظهر في عيون الحارس نظرة الانتصار، وبنفهم هنا ان الحارس ده هو لوكي اصلا، وان لوكي استخدم قوة السحر عشان يزيف قصة موته. وبنرجع لكوكب الارض وبتوصل سفينة مالكيز لمكان نقطة التقارب، واول ما بينزل مالكيز من السفينة بيلاقي ثور قدامه فبيشتبك معاه في معركة قوية. وقتها بتبدأ جين تستخدم قوة الجهاز اللي معاها وبتقدر انها تخفي رجالة مالكيز في بوابات زمنية بعيد عن الكون كله. وساعتها ثور ومالكيز بيتنقلوا ما بين الكواكب اثناء القتال، وبستغل مالكيز الفرصة دي وبيبعد ثور عنه. وبعدها بيرجع مالكيز لكوكب الارض تاني وبيبدأ ان هو ينشر قوة الايثر ما بين الكواكب التسعة. وبيجي ثور وبيشوف العاصفة اللي حوالين مالكيز وبتقول له جين ان الاجهزة اللي معاها ممكن تدمر مالكيز، ولكن المشكلة ان محدش هيقدر يدخل قوة العاصفة بتاعة الايثر. وبيقول لها ثور ان هو هيقدر، وبياخد منها الاجهزة وبيدخل جوه العاصفة. وبعدها بيرمي الرمح اللي فيه الجهاز بتاع جين على مالكيز، ولكن مالكيز بيمسك الرمح وبيسخر من ثور. وفي
اللحظة دي جين بتفجر الرمح عن بعد، فبيختفي دراع مالكيز اللي كان ماسك بيه الرمح، فبيتصدم مالكيز وما بيكونش مستوعب ايه اللي بيحصل، فبيقول له ثور ان هو يقطع جسمه وهيخفي كل حتة من جسمه جوه ثقب اسود، وبعدها بيرمي عليه رمح تاني وبيصيب مالكيز في كتفه، وكتف مالكيز بيختفي. وبالرغم من كل ده بيقف مالكيز قدام ثور وبيقول له ان هو مش هيقدر يدمر قوة الايثر مهما عمل، وبيطير ثور في الجو وبيطعم مالكيز باخر رمح معاه، وفي نفس الوقت بيضربه بالمطرقة ضربة قوية وبيدمر قوة الايثر. وقتها بيطير مالكيز وبيتخبط في السفينة بتاعته، وبتبدأ السفينة تنهار وبتكون هتقع على ثور واللي بيكون وقع على الارض وفقد وعيه، فبتجري جين بسرعة علشان تبعد ثور ولكنها بتفشل، فبتستسلم جين لمسارها وبتقرر تموت مع ثور. ولكن بيظهر إيريك وبيستخدم جهاز جين وبينقل مالكيز هو والسفينة بتاعته لكوكب الظلام، وهناك السفينة بتقع على مالكيز وبتموته، وبعدها بيفوق ثور وبتكون جين فرحانة جدا وبتحضنه. وبعدها بنروح لمملكة أسجارد، وهناك ثور بيقابل اودن وبيعتذر له لأن هو خالف الأوامر بتاعته، وبيفهمه ان هو عمل كده عشان ينقذ الكون من شر مالكيز. فبيقول له اودن ان هو فخور بيه وان هو دايما بيثبت له ان هو حق واحد بعرش المملكة. ولكن ثور بيقول له اودن ان هو مش مهتم يكون ملك أسجارد، وان لوكي لو كان موجود كان هيبقى حق منه بالعرش. وبيكمل ثور كلامه وبيقول له اودن ان هو هيكتفي بدور المحارب، وده عشان يحافظ على السلام ما بين الكواكب التسعة، وبيقول له ان هو هيعيش على كوكب الارض مع حبيبته جين. فبيحترم اودن رغبة ثور وبيوافق على كلامه. ولكن بعد ما ثور بيمشي بنعرف ان ده مش اودن اصلا، وان لوكي كان منتحل هيئته، وبيكون لوكي مبسوط جدا لان هو هيكون ملك مملكة أسجارد. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش شير واللايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، واي افلام اكشن او ابطال خارقين حابين نلخصها اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنوا الجزء الثالث من ملخص فيلم ثور راجناروك، اقوى فيلم في السلسلة.